أهلا بكم. قبل مشاهدة هذا الفيديو يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. أكد موقع لو دي سبور الفرنسي أن اللاعب الدولي الجزائري بلال إبراهيمي تلقى عرضا رسميا من أجل الانتقال إلى الدوري الإيطالي كاليتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ذات المصدر فإن نادي بولونيا يسعى لضم إبراهيمي خلال الأيام المقبلة مقابل 7 ملايين يورو بعد خروجه من حسابات الطاقم الفني لنادي نيس. ومن المنتظر أيضا أن يغادر إبراهيمي فريقه نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. دخل نادي اتحاد العاصمة وشباب الوزداد غمار سباق ضم اللاعب الأهلي المصري الدولي الجزائري أحمد قندوسي على سبيل الإعارة. وكشف موقع اليوم السابع المصري أن إدارة نادي الأهلي عقدت جلسة مع قندوسي لإقناعه بالموافقة على الانتقال لأحد الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة. وأكد المصدر نفسه أن رحيل قندوسي عن نادي الأهلي من أهم طلبات مارسيال المدير الفني لنادي القرن حتى يتسنى له التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر خلال الميركاتو الحالي. وبالإضافة إلى اتحاد العاصمة وشباب الوزداد فإن فرقا أخرى تزاحم الناديان الجزائريان في ضم قندوسي على غرار الوداد المغربي والعربي الكويتي ونوادي مصرية أبرزها سيراميكا.